Recording in progress. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه الاخبار؟ ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد، وده فيديو يوم النهارده يوم الخميس. النهارده فيديو جديد وهنتكلم عن النهارده هنتكلم عن الموبيليتي والاستابيليتي، او هنتكلم عن ازاي تجين رينج. فاحنا هنتكلم النهارده عن ترين اند جين ديفرنت رينجز، او ان انت ازاي تقدر تجين رينجز من التمرين بتاعك، وازاي تجد اوت، يعني تجد ذا موست اوت اوف يور تريننج، او ان انت ازاي تقدر من خلال التمرين بتاعك وخلال الجدول التدريبي بتاعك انك تقدر تتحكم او تقدر تجيب مدى حركي افضل، ويبقى الموبيليتي بتاعتك احسن مع الوقت. ازاي تخلي المرونه بتاعت جسمك احسن، ازاي تخلي الرينجات بتاعت حركات الابر بودي عندك احسن. احنا هنقسمها لاثنين، واحده ابر بودي وواحده لور بودي. النهارده هنتكلم عن الابر بودي بارت 1، والابر بودي هنخليها بارتين او جزئين. الجزء الاولاني الجزء الثاني هنتكلم عن شويه بيزكس هنتكلم عنها في السلايدز اللي هنتكلم عنها، وده هيبقى باوربوينت هيبقى مشارك معانا دلوقتي. لحظه بس نعمل شير سكرين عشان تظهر معانا كل حاجه. ماشي، هنا نعمل شير سكرين للجزء ده من الميتنج، وهنتكلم عن ترين اند جين ديفرنت رينجز، وده البارت الاولاني. اول حاجه هنتكلم عن بعض البيزكس، وهي ان احنا جسمنا كل بارت فيه بيعمل انفلونس للبارت اللي بعده، او كل جزء من جسمنا بيأثر على الجزء اللي فوقه او اللي تحته. هديك يعني في مثال ممكن نبدا نتكلم عليه. واحنا برضه عايزين نتكلم ان احنا كل اجزاء جسمنا فهي مرتبطه ببعضها. يعني انت مثلا هديك مثال، احنا عندنا العمود الفقري فيه 3 كيرفتشر، في اللي هو في الجزء اللي هو السيرفايكال، والجزء اللي هو الثراسيك، والجزء اللي هو اللمبر. كل دول منهم في كيرف، وايتش سيجمنت ان اور بادي انفلونس انذر سيجمنت. يعني انت كل جزء من جسمك بيأثر على سيجمنت تاني، كل سيجمنت من البادي بتاعك بيأثر على السيجمنت اللي فوق او اللي تحته. فاحنا ممكن ناخد مثال، مثلا لو اللمبر كيرف زاد بزياده، او اللمبر كيرف بقى عامل كده بزياده، او التقوس الموجود في جزء اللمبر او الجزء اللي هو الناحيه القطنيه بقى زياده، فده هيأثر على الجزء الثوراسيك، بالتالي هيعمل انفلونس على الموفمنت في الابر بادي. فاحنا بنقول ايتش سيجمنت في الجسم بيأثر على سيجمنت تاني. فاحنا بنتكلم على مثلا لو لمبر كيرف زياده، فده هيخلي الابيليتي او يخلي القابليه ان انت تتحرك في الجزء في الجزء الثوراسيك، او جزء او من الميكانكس بتاعت الاسكابيلا بتاعتك مش هتبقى احسن حاجه. مش الجزء ده مش هيكون في افضل حالات الموفمنت بتاعته، او في افضل حالات الميكانكس بتاعته العاديه. فاحنا هنترجم الكلام. العمود الفقري فيه 3 كيرفات او انحرافات، كل جزء من جسمنا بيأثر على الجزء الثاني بشكل او باخر، لان جسمنا عباره عن تشين، او عباره عن سلسله. الجسم عباره عن سلسله حلقات، كل حلقه فيهم مرتبطه بالحلقه اللي فوقها. لو في حلقه في النص حصل فيها فقد، هيأثر على باقي الحلقات. زي مثلا زي ما كنا اتكلمنا قبل كده في الكورس، الكورس اللي موجود على درايف. فاحنا اتكلمنا قبل كده ان احنا مثلا الفورس بتنتج من اللور بادي، فبيحصل لها ترانسميشن لغايه الابر بادي. يعني عشان كده بيقول لك مثلا ساعات في البنش بريس رجلك في الارض متاثر بشكل كبير على ثبات كتفك. يعني انت لو رجليك مش في الارض هيأثر يعني لو انت مش بتقدر تعمل ليج درايف كويس، مش ثابت في الارض بشكل كويس، فده هيأثر على الميكانكس، او هيأثر على ثبات كتفك بشكل او باخر، او على اوزانك بشكل او باخر. آه طيب، فهي هنتكلم عنها هنا السكابيلا والريب كيج على سبيل المثال. فاحنا بنتكلم هنا او السكابيلا سيتس اوفر ذا ريب كيج، او ان احنا عندنا لوح الكتف نايم على نايم على الريب كيج، او نايم على القفص الصدري. وده بيعمل يعني الانفلونس بتاع الثراسيك ريجن، او الجزء بتاع الفقرات الصدريه، بيأثر بشكل او باخر على الميكانكس بتاعت الاسكابيلا، عشان بيأثر على الريب كيج. فمثلا احنا عندنا هنا الاسكابيلا زي ما قلت بتتزحلق على الريب كيج، بتتزحلق عليه. يعني مثلا لو اتكلمنا ان ده القفص الصدري، وعليه الايد دي هي القفص الصدري، وعليها لوح الكتف، فالكيرف بتاع القفص الصدري بيتحرك عليه لوح الكتف مع عظمه العضد. فده اللي بنسميه السكابيلو هيومرال ريذم، او الريذم اللي ما بين السكابيلا، او ما بين لوح الكتف، وما بين عظمه العضد. فهنا بنقول ان احنا عندنا الجزء، يعني احنا زي ما اتكلمنا ان هم بيتحركوا مع بعض. ده مثلا لو اتكلمنا لوح الكتف، وهنا مثلا العظمه بتاعه العضد، او رصه العضد، فاحنا هم بيتحركوا مع بعض، فده بنسميه السكابيلر هيومرال ريذم. بالتالي جود سكابيلر، يعني اول حاجه جود ريب كيج ميكانكس، او انت عندك ريب كيج عندك، او القفص الصدري عندك تمام، وانك تقدر تعمل فيه اكسبانشن بشكل كويس، والعضلات اللي موجوده على في البوستيريور تشين، والجزء الامامي والخلفي من
من ظهرك او من الفقرات الصدريه او الريب كيج، الاكستنسبيلتي بتاعته كويسه او المرونه بتاعته كويسه، قوته كويسه، ده هياثر بشكل او باخر على حركه الاسكابيلا، وبالتالي حركه الاسكابيلا لما تكون كويسه او حركه روح الكتف لما تكون كويسه ده هياثر على حركه مفصل الكتف نفسه. فهنا good scapular movement contributes to normal humeral mechanics، او ان انت عندك الميكانكس بتاعت الاسكابيلا هتاثر على على الميكانكس بتاعت الهيومرس، عشان ده الاسكابيلو هيومرال ريدم، ان هما الاثنين بيتحركوا مع بعض. طيب لو جينا ناخد مثال، احنا نقول مثلا عندنا لوح الكتف اللي بيكون على القفص الصدري وبيتحرك عليه، وبالتالي اي تاثير على القفص الصدري او على الفقرات الصدريه هياثر على حركه لوح الكتف. لو انت شخص مثلا، لو شخص عنده كومبريشن ورا، او شخص مقفول من ورا، او اللي هو الناس اللي بتبقى دايما ماشيه عامله كده، اللي يفضل يقول لك ايه، في عندك اللي هو يفضل يقول لك لازم عشان تبقى ماشي كويس، عشان تبقى ماشي بشكل سليم، فانت لازم تتخيل ان انت رافع صدرك فوق وقافل لوحين كتفك على بعض وماشي عامل كده. ده مش احسن حاجه، احنا مش مخلوقين روبوتات، احنا مش روبوتس. وفي نفس الوقت يعني ربنا ما خلقش جسم الانسان عشان يفضل متكلبش في جزء معين. احنا عايزين نبقى controlling all of the ranges، او احنا عندنا اغلب الرنجات احنا متحكمين فيها، نقدر نتحكم في جميع الرينج اوف موشن اللي ربنا خلقنا بيه. طيب فاحنا هنقول هنا، لو جينا ناخد مثال، هنقول عندنا لوح الكتف بيكون على القفص الصدري وبيتحرك عليه. فهنا الاثر، احنا قلنا التاثير على القفص الصدري او التاثير العضلات اللي موجوده ورا ممكن تاثر على الميكانيكس بتاعه لوح الكتف. لوح الكتف ماسك فيه كميه عضلات كبيره جدا، ماسك فيه كميه عضلات كتير، وبالتالي من الجزء اللي ورا. وعندك مثلا حاجات زي السيريتس انتيريور، عندك الترابيزيس، عندك الرومبويدز، عندك الليفيتر سكابيلا، كل دي عضلات ماسكه في لوح الكتف. فبالتالي العضلات دي لما بتكون في جود لينث تنشن ريليشن شيب بتكون تقدر تتحكم فيها بجميع الرينجز، عندك فيها الاكستنسبيلتي الكافي، بالتالي ده بيأثر على السكابيلر ميكانكس، وبالتالي بيأثر على الجي اتش جوينت ميكانكس، او الجلينو هيمرال جوينت ميكانكس. فبالتالي انت بتقدر يبقى انت عندك صحه كتف كويسه. عندك كمان حاجه زي اللاتس، دي عضله الديسمس دورسي، دي من العضلات اللي ماسكه في الاسكابيلا، وبالتالي الاكستنسبيلتي بتاعتها مهمه جدا. من اكثر الحاجات المهمه هي الاكستنسبيلتي بتاعت اللاتس، لان هي بتنسرت في الهيومرس او بتنسرت في عظمه العضد، وفي جزء منها بينفلونس على في الاسكابيلا، طالع من الاسكابيلا. طيب ماشي. عظمه العضد بتدخل في جزء اسمه الجرينال كافيتي اللي موجود في روح الكتف. نستخدم من ده، نستخدم من ده ان لوح الكتف والعضد والقفص الصدري حركتهم مرتبطه ببعض. عظمه العضد ولوح الكتف والقفص الصدري والفقرات الصدريه كلهم مرتبطين ببعض، وده اللي بيخلي لنا النورمال جوينت ميكانكس او النورمال جي اتش جوينت ميكانكس والسكابيلو ثوراكس. يعني السكابيلو ثوراسيك جوينت، السكابيلو ثوراسيك او اللي هو العلاقه ما بين السكابيلا والثوراسيك كيج كويسه مع بعض، وبالتالي العلاقه ما بين الجي اتش جوينت هتبقى كويسه، الهيومر جوينت او الهيومرس والجلوينت هتبقى كويسه، وتبقى النورمال جوينت ميكانكس بتاعتك. طيب ده السكابيلو هيومر ريدم. يعني هو بكل اختصار ان احنا عندنا لوح الكتف بيتحرك بريشيو او بنسبه 1 إلى 2 مع الهيومرس. يعني انت عندك لو عندك عظمه العضله دي بتتحرك 120 درجه، فانت عندك لوح الكتف، انت مثلا عندك اللي هو المدى الحركي اللي هو ده، هنقول مثلا ان هو ليكن 180 درجه من الابدكشن، فده بيصاحب معاه ابورد روتيشن بتاع الاسكابيلا، فانت عندك الاسكابيلا بتتحرك مثلا وليكن 60 درجه، وعظمه العضد بتتحرك 120 درجه عشان تجيب ال 180 درجه بتاعتك. وبالتالي العضلات هي اللي بتاثر على الاكتيف موفمنت دي، وفي جزء من العضلات بيحصل له ستريتش، وجزء من العضلات الثاني او بيكون في جزء وضع اكسنتريك ووضع ثاني، وجزء ثاني من العضلات بيبقى في وضع كونسنتريك، وبالتالي بيأثروا على بعض. بالتالي الدنيا مأثره مع بعضها، كل حاجه بتنفلونس الحاجه الثانيه. طيب فاحنا مثلا ممكن نتكلم هنا كمان على الحركات المختلفه بتاعت الاسكابيلا. احنا عايزين نشوفها اول كده ايه. لا مش السلايد دي، انا عايز اشوف السلايد دي. فاحنا عندنا هنا، عايز اكبر دي شويه عشان نشوف ايه حاجه معينه كده، بس نفهم بعض الحركات. عندنا anterior tilt بتاع الاسكابيلا، تنزل لقدام، posterior tilt ان هي تلف لورا. لو هنبص عليها من الجنب anterior tilt posterior tilt، elevation depression extra rotation، ودي معناها ان هي تيجي لجوه او انك تعمل ريتراكشن، وانترنال روتيشن ان هي تجيب معاها بروتراكشن. وعندنا upward rotation وعندنا داونورد روتيشن. فاحنا كده عندنا جميع الحركات بتاعت الاسكابيلا موجوده قدامنا: upward rotation downward rotation anterior tilt posterior tilt external rotation internal rotation. وده من الحاجات اللي هتخلينا نفهم السلايد اللي انا اللي انا كنت لسه بتكلم عنها. ودي غلطه مني ان انا ما حطيتش السلايد دي في الاول، بس مش مشكله. طيب هنيجي هنا على السلايد دي.
طيب هنيجي هنا من اول من 0 ل 60 درجه. احنا هنتكلم برضه عن الفليكشن ارك موديل اللي هنتكلم فيه عن حركه السكابيلا والجي اتش جوينت، وايه اللي بيحصل على مستوى الاثنين من حركه، نقدر نفهم منه الدنيا اكتر. طيب احنا عندنا من 0 ل 60 درجه من الفليكشن، او اللي هو من اول هنا لاول 60 درجه، من قبل ال 90 درجه كده، او اول 60 درجه من ان انا اعمل هيومن ريفليكشن. فده بيكون مع السكابيلا بيحصل فيها انترنال روتيشن، السكابيلا بتلف لجوه شويه، وبيحصل معاها هيومرال اكسترنال روتيشن. طيب بعد كده بيكون في الوضع ده تقدر تاخد او تعمل اكسبانشن اكتر في الجزء اللور او الجزء السفلي من الريب كيج. الجزء السفلي من الريب كيج تقدر تعمل الجزء السفلي اسف من الثوراسيك سباين تقدر تعمل منه اكسبانشن، تقدر تعمل منه فيه اتساع. وبالتالي العضلات الموجوده هنا بتكون اسنتريكلي اورينتد، بالتالي مش عامله كومبريشن. لو انت عايز تعمل اكسبانشن في الجزء السفلي من الريب كيج، فانت بتحاول تعمل تمارين في ريتش. ده اللي هنتكلم عنه في بارت 2. بارت 2 هنتكلم عن بعض الاناتومي، وهنتكلم على بعض الايه الابلكيشن بقى اللي احنا هنتكلم عنه هنا. لو انت عندك ليميتيشن في البوستيريور لور اكسبانشن، فانت هتعمل ممكن تمارين اللي بتنفلونس اللو ريتش. اللو ريتش اللي هو ان بتجيب من 0 ل 60 درجه وبتحاول تعمل اكسبانشن ورا، ان انت تعمل بروتراكشن يعني مثلا، وليكن حاجه زي الروينج، بان انا في وضع زي ده كده، ده لو ريتش. لو ريتش بيعمل بوستيريور لور اكسبانشن في الريب كيج، وبالتالي برضه بيأثر على حركه السكابيلا. يعني هي انفلونس معاك اول 60 درجه من الفليكشن لو انت عندك كومبريشن في الجزء ده. لو انت الجزء ده عندك فيه كومبريشن، فانت هتعمل او يعني بنقول ان احنا هنستخدم تمارين البريثنج تكنيكس بريثنج تكنيكس، او تمارين التنفس اللي بتانفلونس او اللي بتكون في من 0 ل 60 درجه من الهيومن ريفليكشن اللي هو الجزء ده. وبالتالي ده هيساعدنا في ان احنا نقدر نعمل ايه، في ان احنا نحسن من الموفمنت بتاعت الاوت من البوستيريور اكسبانشن اللي هو البوستيريور اكسبانشن بتاعنا من 60 ل 120 درجه من الفليكشن. فاحنا عندنا السكابيلا بتحصل لها اكسترنال روتيشن، والهيمر اللي بيحصل فيه انترنال روتيشن، او الهيمرز بيحصل فيه انترنال روتيشن والسكابيلا بيحصل فيها اكسترنال روتيشن. في الوضع ده بيكون صعب انك تاخد هواء في المناطق السفليه، لان انت عندك العضلات اللي بترفع السكابيلا او العضلات اللي بترفع لوح الكتف بتكون في وضع كونسنتريك، فبالتالي انت صعب ان انت تاخد هواء او تعمل اكسبانشن في الجزء الجانبيه والسفليه من القفص الصدري، بسبب ان عضلات السيريس انتيريور عضلات الترابيزيوس بيكون في وضع كونسنتريكلي اورينتد، فبتعمل كومبريشن. طيب فانت عندك بعد كده الشولدر فليكشن 180 ل 120. في الوضع ده بيكون عضلات زي الصدر واللاتس في وضع ايسنتريك، بيكون من السهل انك تعمل اكسبانشن، انك تزود المساحه من المنطقه اللي هي من اول تي 2 تو تي 4 اللي هو الابر بورشن اوف ذا ثوراسيك سباين، او الجزء العلوي من الايه من تي 2 لتي 4. وده ممكن نقول عليه anterior posterior expansion، ممكن نقول عليه anterior posterior expansion. طيب اور بادي موف alternate and reciprocate. طيب احنا هنتكلم مثلا هنا ان احنا بنمشي، جسمنا بيمشي بيتحرك. جسمنا مش خشب، يعني جسمنا مش هنفضل نتحرك زي الخشب، واحنا جسمنا دايما alternate and reciprocate. حاجه بيحصل فيها internal rotation والتاني بيحصل فيها external rotation، حاجه بيحصل فيها external rotation وحاجه بيحصل فيها internal rotation. نفس الكلام في اللور بادي، حاجه بيحصل فيها فليكشن حاجه بيحصل فيها extension counter rotation. احنا عشان كده دي اهميه تمرين الجيت سايكل. تمارين الجيت سايكل مهمه جدا. تمارين زي السبيل سكوات زي اللانج، الكلام ده بيحسن من الموبيليتي بشكل كبير جدا، بيحسن من الميكانكس بتاعت اللور والابر بادي. فبالتالي بعض التمارين اللي بتنفلونس الجيت سايكل مهمه في جدولك التدريبي عشان ايه لتحسين الموبيليتي. يعني مثلا حاجه زي السبيل سكوات من اكثر التمارين اللي بتحسن الموبيليتي، من اكثر التمارين انت ممكن تبدا تشتغل في الرينج بتاعها، في الرينج المختلف بتاعها عشان تقدر تكسب منه رينج. يعني انت عندك رينجات مختلفه رينجات مختلفه من السبليت سكوات ممكن تحط فيها جسمك، وكل رينج فيهم او كل جزء فيهم بينفلونس جزء معين من الجيت سايكل. ده ممكن نتكلم عنه في اللور بودي، ولكن كل يعني في اجزاء معينه بتحسن من الجيت سايكل. الحركه بتاعت الحركه بتاعت الايه اللور بودي بتبقى انفلونسد مثلا بالجيت سايكل. انت عايز تجين الرينج بتكنترول الرينج، انت عايز تكسب مدى معين، انت لازم تتمرن في المدى المعين ده، وواحده واحده بتبروجرس الاند رينجز. وده اللي هنتكلم عنه في الفيديوهات الجايه. طيب احنا هنتكلم عن الاكسبانشن ميكانكس. الاكسبانشن ميكانكس زي ما كنا بنقول من شويه، لما اكون في وضع اكسترنال روتيشن او سكابيولار اكسترنال روتيشن بيؤدي المساحه اللي في ظهري من ورا بتقل، بالتالي المساحه اللي في ظهري من قدام بتزيد. الاكسترنال روتيشن اهو، المساحه اللي في ظهري من ورا بتقل، المساحه اللي في ظهري من قدام بتزيد. والعكس صحيح، لما اكون في الانترنال روتيشن المساحه اللي في ظهري من ورا بتزيد، لكن المساحه اللي من قدام بتقل. آه اهو بيسمح ان المساحه اللي من ورا بتزيد، وبالتالي اللي قدام بتقل، وبالتالي اقدر ازود مساحه ظهري من ورا واحصل على اكستنسبيلتي او مرونه اكتر، او يعني انا احط العضلات اللي ورا في وضع ستريتش اكتر. وبالتالي اقدر احط الجزء اللي ورا في بوستيريور اكسبانشن احسن.
كل ده ممكن يتم تظبيطه من خلال اختيارات تمارين في الجيم عادي جدا، ويناسب اهدافك، وده اللي هنشوفه في السلايدز الجايه، وهنشوف في البارتس الجايه. البارتس الجايه بالذات هتكون براكتيكال اكتر، ولكن النهارده احنا كنا عايزين نتكلم عن شويه البرنسبلز، او نتكلم عن شويه الاساسيات اللي احنا هنمشي عليها بعد كده، او البرنسبلز اللي هنمشي عليها بعد كده. انا ممكن اكون غلطت في بعض الحاجات قبل كده، ولكن ادينا بنتعلم، وممكن اكون في فيديوهات قلت حاجات ممكن اكون بغيرها دلوقتي، حاجات انا كنت مقتنع بيها زمان ودلوقتي انا بغير اقتناعي، ولكن آه، احنا بنقول اهو هنشوف الدنيا. طيب احنا بقى وصلنا لغايه فين؟ تمنا بريزد اند ستاكد فيرسز نون بريزد نون ستاكد. البريسنج، او ان انت بتكون في الوضع الستاكد بوزيشن، ده احسن او من افضل الاوضاع اللي انت بتكون فيها، لانه بيخلي الجوينت ميكانكس زي ما احنا كنا اتكلمنا ان احنا جسمنا عامل تشين، او جسمنا عامل زي السلسله. كل جزء من السلسله بينفلونس الجزء اللي فوق او اللي تحته من السلسله. كل جزء من جسمنا بينفلونس الجزء الثاني. طيب احنا عندنا هنا هنتكلم مثلا ان انت جسمك وضعيه انك تقدر تزود انتر ابدومينال بريشر، تحط الريب كيج فوق البلبس، ده بيحسن عندك، بيحط العضلات بتاعت الكور في وضع لينث تنشن ريليشن شيب مناسب. بالتالي الفورس اللي هيتم انتاجها، او القوه اللي هيتم انتاجها، هيحصل لها ترانسميشن بشكل كويس من الجزء السفلي للجزء العلوي، بالتالي هيحصل ميكانكس بتاعت الجوينت كويس. غير كده كمان الوضعيه دي اللي بتسمح او بتخلي، لو انت مثلا هتعمل حركه اوفر هيد، فالوضعيه الستاكينج بوزيشن دي هي الوضعيه دي اللي بتخلي الجوينت ميكانكس، او الاجزاء بتاعت هقول مثلا ايه، عايز اقولها ازاي، ان انت مثلا عندك الكيرفتشرز، مثلا هديك مثال، الكيرفتشر بتاعت السباين بيكون في الوضع اللي بيسمح باحسن موفمنت للسكابيا. مثلا لو هنتكلم عن الابر بودي، بيسمح باحسن موفمنت للسكابيا. انا مش قصدي اقول ان احنا برضه مش روبوتات، ولكن انا بتكلم ان هي دي الوضعيه بتخلي بعض العضلات بتكون في لينث تنشن ريليشن مناسب، بيخلي الحركه بتاعت السكابيا تقدر تتحرك على الريب كيج في الموفمنت في المكان كله. هل انت حتى لو ما عملتش ستاك مش هتعرف توصل اوفر هيد؟ لا، هتعرف توصل اوفر هيد وكل حاجه، ولكن ممكن تبقى مثلا حركه ان انت اكزاجيريشن من اللمبر سباين، انك بتقوي ظهرك بزياده عشان تقدر توصل اوفر هيد. وان كان ده مش احسن وضع، وان كان عادي، عادي برضه مش هيحصل حاجه، بس يعني ايه، الحمد لله، عشان فور اوبتيماليزم مش اكتر. انت عايز تبقى حاجه افضل، يستحسن انك تبقى في وضع استاج، ان انت تبقى بريزد، ان انت هيحسن لك. انت لو هتعمل حركه مثلا زي الاوفر هيد بريس، فانت رجليك في الارض، فرجليك بتدي قوه عزم في الارض، او انت القوه بتنتقل من جزءك السفلي لجزءك العلوي، بالتالي الكور ستاج، بالتالي القوه هتنتقل من الجزء السفلي للجزء العلوي بشكل افضل، او تبقى ترانسميتد بشكل احسن. شرط اساسي العضلات عشان تقدر تنتج منه قوه، ان هي تكون في الطول المناسب ليها لانتاج القوه. اللينث تنشن ريليشن شيب، احنا عندنا عضلات بتكون في وضع كويس، او وضع لا هي طويله قوي ولا هي شورتد قوي، ان هي تقدر تنتج منه احسن قوه، اللي هو الاوبتيمال بتاع العضلات، اللي هو في الاغلب بيكون الميد رينج، او بيكون العضلات بتكون في ايه، لا هي لينث قوي ولا هي شورتد قوي، بتكون في الميد رينج. طيب موفمنت ليميتيشنز وريجين ذا رينج، شولدر اكستنشن، شولدر اكسترناليزيشن، شولدر ليميتيشن، شولدر فريكشن، او الستيف رينجز. ماشي، واحد احنا بنتكلم هنا ان انت ايه هي الرينجات اللي انت احيانا عايز تستعيدها عند يبقى فيها مشكله. مثلا اغلب الناس بيكون عندها مشكله في الشولدر فليكشن، اللي هي الستيف رينج، اللي هو ان انت توصل اوفر هيد وانت دراعك ممكن نقول ان هو سباينيتد شويه، او ممكن تكون ان انت هيومر اكسترنال روتيشن. اغلب الناس صعب ان هي توصل في الرينج ده، تحس ان هي ستيفنس في اللاتس، لان احنا مش بنتحدى الرينج ده في اغلب الاوقات. وزي ما انتم شايفين احنا اغلب حياتنا بقت عامله ازاي، واحنا بقينا قاعدين اغلب الوقت، يعني اغلب حياتنا ما عادش فيها حركه كتير، الناس ما بتتحركش بشكل كفايه. فبالتالي الناس ما بتتحركش بشكل كفايه، وبالتالي ده بيأثر على الايه، بيأثر على الموفمنت شويه، بيأثر على ان احنا ثانيه كده شوف بس انا صداع. وده بيأثر على حركتنا في بيأثر على يعني ان احنا الجهاز العصبي مش واخد على الوضع ده، فبالتالي بيحصل زي ستيفنس، بيحصل زي ان انت بتخسر الرينج ده مع الوقت، وده اللي هنتكلم عنه في الاستعداد الجاي. طيب خلينا كده نتاكد بس الصوت طالع. الصوت طالع. طيب